بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبعد. إخوتي الكرام، مع سلسلة السابقات للخيرات من خلال قوله تعالى من سورة البقرة: فاستبقوا الخيرات، ومع سابقة للخير وهي فاطمة بنت الإمام مالك. الإمام مالك صاحب المذهب، هي فاطمة بنت الإمام مالك بن أنس، توفيت نحو 200 هجرية بالمدينة المنورة، ابنة إمام المدينة صاحب الموطأ. تربت في بيته العلمي واشتهرت بصيانتها الشديدة لعلم أبيها وبالوقار الاستثنائي. كانت إذا قرئ الموطأ على الإمام وأخطأ القارئ تنبهه بضبط رتيب دون تردد. ماتت دون أن تتزوج، وهي زاهدة محافظة على تراث المذهب. أما مظاهر السبق عند فاطمة بنت الإمام مالك رحمة الله عليهما جميعا: أولا، التنبيه على أخطاء الموطأ أمام الطلاب. ثانيا، صيانة علم الآب بضبط وثيق. ثالثا، الوقار في المجالس العلمية كالرجال. رابعا، الزهد في الزواج للعناية بالعلم. خامسا، حفظ السنة النبوية بدقة نادرة. أما الدروس التربوية المستقاة من حياة هذه السباقة المقتضبة من سيرة فاطمة بنت الإمام مالك: أولا، الضبط العلمي يسبق الوقار. ثانيا، صيانة السنة واجبة أمام الجماهير. ثالثا، الزهد يحرر الشخص للعناية بالموطأ. رابعا، التنبيه على الخطأ شجاعة إيمانية. خامسا، المرأة العالمة صقر في مجالس العلماء. أما الرسائل الموجهة للمرأة المعاصرة اليوم من خلال سيرة هذه المرأة الشجاعة العالمة السباقة: أولا، هذه رسائل تربوية مختصرة للمرأة اليوم من سيرة فاطمة بنت الإمام مالك، تركز على صيانة العلم والوقار. أولا، نبهي على الأخطاء في العلوم الشرعية في حلقات بناتك دون تردد. ثانيا، احفظي الموطأ ضبطا في بيتك كصائنة للتراث. ثالثا، اجلسي مجالس الشيوخ بوقار رجالي سابقة بالعقل. زدي من الزهد اليومي للانصراف إلى حفظ السنة النبوية. أخي الكريم، أختي الكريمة، في بيت الإمام مالك رحمة الله عليه كان العلم يسمع، لكن أيضا كان يوقر. قيل إن فاطمة ابنته كانت تنبه أباها إن رفع صوته في الحديث دون اعتراض، وهذا ليس اعتراضا بل تعظيم للعلم. ونتعلم منها أن الوقار جزء من المنهج، وأن احترام العلم عبادة قلب. فتعلمي أختي الدين بخشوع، ولا تجعليه جدلا فارغا. فاللهم ارزقنا توقير العلم وحسن الأدب مع شريعتك، واجعلنا من السباقين للخيرات. والسلام عليكم.